متوسطه، احنا مبتدئين مع بعض. كنت طمعانه في ايه؟ او انت كنت طمعان في ايه؟ يعني هو كان مرتبها هي كام؟ ايه اللي بيجرى؟ وبعدين ايه اللي اهم؟ وانا اسف محدش يفهمني غلط، ناس متدينه جدا اليومين دول فكره ايه؟ وانا على فكره مش ضد ان الواحد يتجوز 50 مره، بس النهارده في شيء من الاشياء اللي بعض الناس معجبه بيها بالاخوه السلفيين بالتحديد، مش حزب النور يعني السلفي، اللي هو واحد كان بيكلم واحد من يومين فبيقول له يا اخي ما تتجوز كل يوم. قال له لا بس ده كده يبقى جواز متعه زي الشيعه. قال له وانت يعني لازم يبقى في نيتك انك تطلقها؟ اتجوز كل يوم. لا اتجوز كل يوم. كل يوم اتجوز كل يوم. قال له كده ده يبقى جواز متعه؟ قال له لا وانت في نيتك تطلقها؟ قال له ما انا عارف ان انا هطلقها. قال له لما تيجي تتجوز بس ما تقولش لنفسك انك هتطلقها، جايز يا اخي تقعد معاك تعجبك، جوز كل يوم. ده انا بقول لكم واحد صاحبي واحد سلف، انا ما بقولش ان كل السلفيين بيقولوا كده، لحد يبعت لي اصل انت بتكره السلفيين. لا انا بكلمك السلفيين، قول واحد قال له كده. لا واحد سلفي، واحد سلفي مشهور كمان، يعني من الرموز يعني، ولو عايزه اجيبه لك على التليفون. قال له لا اتجوز كده بس انوي كده وبتاع والنيه تبقى خالصه. قال له طب وبعدين؟ قال له مش عايزها. قال له طب وهو كل يوم هروح لمأذون، اسمعوا اللي جاي دي بقى، دي فله شمعه منوره، كل يوم هنروح لمأذون قال له لا مأذون ايه؟ مين قال ان الجواز عايز شهود؟ لا ثانيه واحده. على فكره انا مش بقول الكلام ده في مجال الترغيب يا عم، ما بقولش ترغيب، انت بتقول في مجال الاستعجاب. انت بتتعجب من هذا الكلام، بتتعجب من ان في حد بيقول الكلام ده دلوقتي. ماشي معاك، بس وصلت للدرجات دي؟ قال له ليه يا اخي؟ روح ربنا يكرمكم انتوا الاثنين مع بعض، وبعد كده يعني اسبوع ولا حاجه دي مش مؤسسه زواج، دي ملاهي السندباد. اللي بيجرى في مصر ان العائله ومؤسسه الزواج اصبحت نكته كبيره جدا. اغلبنا بنعيش في الملاهي دي.